C. Say hello. Kiss. Hello. See. My kiss. حلاوة الفهد من أجود أنواع السمسم عملناها وبثمان أصناف قدمناها. الفهد أول حلاوة بالقفة في مصر. الفهد أطعم من أطعم حلاوة. الفهد حلاوة طحينية بجد. اللاعبين الأبطال السادة أعضاء ورئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة، أهلا بكم معنا في حفل تكريم أبطال أندية وادي دجلة عن الموسم الرياضي 2014-2015. أهلا بكم معنا على أرض مجتمع الأبطال. أهلا بكم معنا في أحضان المارد الرياضي، أكبر مؤسسة رياضية وصرح رياضي على مستوى العالم طبقا للإحصائيات العالمية والدولية. وادي دجلة أكبر مؤسسة من حيث عدد اللاعبين والمدربين والمنشآت والتجهيزات الرياضية. نرحب بالسادة الحضور. الأستاذ حسن المستكاوي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة الرياضي فليتفضل. الناقد والمؤرخ والموسوعة الرياضية أستاذ حسن المستكاوي. اللواء رضا بشير نائب رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة. دكتور مهندس علاء جبر الهرم الرياضي نائب رئيس سكرتير عام اللجنة الأولمبية والمستشار الشريك للشركة. الأستاذ كريم درويش عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الرياضة والبطل العالمي والمصنف الأول على العالم لمدة 10 سنوات. المهندس نادر اسكندر المدير التنفيذي للأندية. أستاذ محمد الملا مدير عام الرياضة بأندية وادي دجلة.
الأستاذ طارق راشد عضو مجلس الإدارة. نبدأ مراسم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. والآن مع كلمة مجلس إدارة نادي وادي دجلة يلقيها الكابتن حسن المستكاوي رئيس مجلس الإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم جميعا. وانا داخل النادي النهارده من شويه كده الكنترول قال لي يا استاذ انت رايح فين؟ قلت له في حفله انا جاي احضرها يعني. قال لي الكارنيه. طلعت له الكارنيه ودخلت بالكارنيه. لو ما كانش عمل كده كان ممكن يتحاسب. الحقيقه كنت بسجل دلوقتي مع قناه الحياه ومع قناه CRT وسالوني يعني قد ايه نادي وادي دجله بيعمل ابطال واداره النادي هي اللي بتعمل ابطال. الاجابه كانت واضحه من عندي ان الناس اللي قاعده دي هم الابطال. اولياء الامور بجد هم الأبطال الحقيقيين. والحقيقة يعني أنا لو أقول ولو كان النشاط الرياضي يقدر يكرم كل أب وكل أم كان عمل كده، لأن الأسرة المصرية والأب والأم في مصر دلوقتي دايما بيتابعوا، هم اللي بيقدموا المواهب وهم اللي بيقدموا الأبطال وهم اللي بيصنعوا أبطال مصر القادمين بجد. من غير اهتمام الأب والأم أعتقد ما كناش هنلاقي أبطال في مصر. ده في كل الأندية. أنا بحيي بجد أولياء الأمور على المجهود اللي بيعملوه وعلى المتابعة وعلى الاهتمام. وزمان قوي كانوا بيقولوا المدرسة هي اللي بتعمل أبطال مصر. دلوقتي الأندية هي اللي بتعمل أبطال مصر. والأندية وأولياء الأمور بالتحديد. طبعا أنا سعيد جدا إن احنا هنكرم الأبطال. أنا كنت في يوم من الأيام سباح قديم، كنت ببقى سعيد قوي لما النادي بتاعي يجيب لي أي شهادة تقدير أو أي تكريم، لأن أنا مجرب وعارف كويس قوي. وطبعا جنبي علاء جبر وجنبي كريم درويش وعارفين يعني ايه التمرين وقد ايه التمرين شاق ومتعب، لكن لحظة الانتصار بتعوض التعب ده كله.
مبروك على الشباب وعلى الابطال اللي هنكرمهم، ومبروك عليكم انتم كمان اولياء الامور، واشكركم، ويا رب يا رب الحفله تستمتعوا بيها وتكونوا دايما فخورين باولادكم وبناتكم. اشكركم. شكرا للكابتن حسن التكاوي رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة. كلها بتسألني عن سر حبي لفودي. تعالوا معايا. علشان فودي بتقدم لنا أكلات بيتي مصرية معلبة بتتجهز في أقل من 5 دقايق. افتح، سخن، كل. الله. فودي خضار متنقي بالوحدة، ما فيهوش أي مواد حافظة، وبطعم الأكل البيتي. فودي يتحب. على يد الكابتن وليد خلف. والنشاط يقام بأندية وادي دجلة المعادي والتجمع وإليوبلس وقريبا أكتوبر. عدد اللاعبين وصل إلى 150 لاعب ولاعبة بكل الأندية. والأنشطة هي سباحة، لياقة بدنية، ألعاب قوة، تنس طاولة. إنهم ملائكة يمشون على الأرض. يقوم بتدريب الفريق الكابتن السيد سمير، الكابتن وليد سيد، الكابتن صلاح الدين محمد صلاح، والإداري كابتن إسحاق حنا، والمدير الفني كابتن وليد خلف. نشكر فريق ذوي الاحتياجات الخاصة من أبطال نادي وادي دجلة. ننتقل إلى نشاط آخر وهو فراشات وادي دجلة، فريق الجمباز العام الحاصل على المركز الثاني لبطولة المختلط والبنات لمرحلة تحت 15 سنة للعام الثاني على التوالي في بطولة الجمهورية. اللاعبات اتفضل. اللاعبات حبيبة أشرف عبده، نور وليد عبد القوي، إنجي ياسر شعبان، نور محمد عبد الرحمن، هيا هيثم غريب، هنا عاطف مبروك، نور مرزوق توفيق، سلمى ناصر أمين، زينة أحمد شعبان، فريدة عمرو محمد، كارول نادر سدرة، ملك مدحت حلمي، جينا شريف مجدي، كاميليا محمد العراقي، جولينا إيهاب حلمي، رهف احمد مصطفى، مريم احمد تامر، مايا احمد حمدان. مش هكمل اذا شجعتوهم يا جماعه. مايا احمد حمدان، ملك عماد فاروق، سلمى احمد نبيل، فرح احمد رشيد، ساره محمد عبد الفتاح، جنة محمد سعد الدين، نادين اشرف محمد، ساره اشرف محمد، جنى عمرو، ملك احمد جابر، اميره بطرس انعام، مريم محمد عبد الشكور، مورين عماد حليم، زينة رائف خليل، كنزي وليد هلال، مرلا اسحاق عادل. تعبتوا سقفوا تاني. هنا ايهاب ميشيل، جانا خالد محمود، منة الله وليد عبد القوي، كريم اشرف محمد، طارق محمد عبد المغني، علي محمود عز الدين، عمار احمد شعبان، فريد احمد تامر، بشوي بطرس انعام، حمزه محمد ابو هيبه، عبد الرحمن محمد عبد الشكور، كريس ايهاب حلمي. مدربين الفريق الكابتن حسنين عبد الهادي حسنين، الكابتن وائل عبد الغني سعيد، الكابتن بهاء الدين عبد الفتاح، الكابتن سيد فرج الله، الكابتن احمد زايد مندي. يا جماعه حد يخش ارجع لورا بعد اذنك ارجع ورا. الكابتن ايمن هاشم، الكابتن احمد عبد الحميد، اللاعبه امينه سلطان، علياء اسماعيل، حبيبه اسلام، لجين رامي، طارق حلمي، لاعبين منتخب مصر والحاصلين على بطولات دوليه وعالميه على اعلى مستوى.
والحاصلين على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية وكأس مصر للفرق والفردي للموسم الرياضي 2014-2015 من أقوى فرق البولينج في مصر، والدليل على ذلك أن معظمهم لاعبي منتخب مصر. لعب بالفرسان الفروسية. الكابتن ليلى طلبة، علي العزاوي، عبد الرحمن مهاب، أحمد مهاب، علي حاتم، أحمد سعيد، الحاصلين على المراكز من الأول والثاني والثالث في بطولات القوات المسلحة والجمهورية تحت قيادة الكابتن سما فهمي، الكابتن كريم عماد سليم، والكابتن نديم عماد سليم. الدفاع عن النفس بالقبضة الفارغة. الكاراتيه. حصل اللاعب يوسف مجدي محمد على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة القاهرة تحت 8 سنوات تحت إشراف الكابتن حسن محمود عكاشة. المدير الفني الكابتن محمد إبراهيم حسن، أقدم مدير فني في وادي دجلة. الإداري خالد عبد النبي حسنين. فاز اللاعب في 6 مباريات ولم يخسر فيها أي مباراة حتى وصل إلى الدور النهائي. لعبة من الوزن الثقيل والإنجاز الذهبية. الجودو، أصحاب الميداليات الذهبية الأولى تحت إشراف مدير فني منتخب مصر والمدرب الدولي الكابتن العالمي الكابتن أحمد خليفة. اللاعب عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مرحلة 13 سنة الجمهورية. اللاعب أحمد محمد فرج، مرحلة 13 سنة. اللاعبة بسنت عمر مطر تحت إشراف المدربين حامد سلامة، سمير عبد الفتاح، محمد مبارك، أحمد مجدي، والإداري أنس خليفة، والمدير الفني الدولي الكابتن أحمد محمد إبراهيم خليفة. شكرا للجهاز الفني للجودو. المقاتلين التايكوندو. يا ريت نحيي ولادنا تحيه اكبر من كده يا جماعه في كل الرياضات. احنا بنحيي وادي دجله، ما بنحييش لعبه. احنا بنقول احنا بنكرم الولاد واولياء امورهم. واضح ان اولياء الامور تعبوا معانا قوي. شدوا حيلكم معانا يا جماعه كده. التايكوندو، مرحلة تحت 8 سنوات. اللاعب أحمد عمرو محمد، يوسف عماد أحمد، عمر محمد أحمد، زياد محمد مصطفى، ياسمين محمد إبراهيم، يحيى إيهاب عبد المنعم، أحمد خالد محمود، سمايا وليد إبراهيم، والكابتن أيمن عصمت مأمون البطل الدولي المعروف. المدربين الكابتن محمد عادل عبد الفتاح، الكابتن محمد إيهاب زكريا، الكابتن معتز السيد، الكابتن محمد سعيد أحمد، والإداري الكابتن ماهر فتحي، والمدير الفني الكابتن وليد المهدي. وانضم إلى الجهاز الفني الكابتن تامر عبد المنعم البطل الأولمبي كمشرف على الرياضة في النادي للتايكوندو. أميرة سمير، أمل حسين، مهدي مرداش، إسراء أسامة، أسماء علي، صباح مصطفى، سماح عادل، إلهام محمد، برفين الكويتي، منى طارق، علياء، هدى، شروق سيد. الأولاد بيرتبطوا صورة جماعية في الخلفية دلوقتي، ونشكركم جميعا. ما تمشوش، لسه عندنا حاجات جميلة كتير هتعجبكم، وإن شاء الله نلتقي الموسم القادم. وبعد ما كرمنا النهارده 450 اسم بفضل الإدارة وادي دجلة خلال 2015-2016 منتظر إن هو يخش له 8 أندية جديدة على الأقل. ومنتظر إن إحنا السنة الجاية إن شاء الله زي ما كرمنا النهارده 450 لاعب واولياء امورهم هنكرم مش اقل من 1000 لاعب.
ان شاء الله بفضل مجهوداتكم، واشكركم جميعا والف مبروك. Back and forth.